شاب طلع في رحله صيد مع ابوه زعيم القبيله وباقي قبيلته، وفجاه بيحصل له حادث وبيقع من فوق الجبل والكل بيفتكروه مات، وبيرجعوا للقريه من غيره، لكنه بيفوق وبيلاقي نفسه لوحده في مواجهه ذئاب وضباع مفترسه. يا ترى هيرجع ولا هيموت؟ ده اللي هنعرفه في ملخص فيلمنا النهارده. بس قبل ما نبدا، لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك علشان يوصلك منا كل جديد، ولا ننسى نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكل سنه وانتم طيبين. فيلمنا بيبدأ في أوروبا من 20,000 سنة، لما كانت قبيلة بتصطاد تيران الماموس على الجبال، وبتكون القبيلة دي زعيمها واحد اسمه تاو، ومعاه ابنه كيدا، واللي بتبقى دي أول رحلة صيد ليه، وبيبقى بيقربوا على التيران في هدوء ومن غير ما يشوفوهم، لحد ما بيأمرهم الزعيم بالهجوم، وساعتها كل واحد بيطلع سيفه وبيعملوا سرب السيوف، والتيران كلها بتلف وتغير اتجاهها وبتطلع تجري ناحية نهاية الجبل. معظمهم بيقع من فوق الجبل، والباقي منهم بيلف ويرجع يجري ناحية القبيلة، لحد ما بيجي الطور وبيجري على كده، وابوه ساعتها حذره وقال له يضربه بالسيف، بس كده ملحقش، والطور كان دخل فيه وشاله ورماه على الارض، وبيلف له الطور تاني وبيجري عليه وبينطحه، وساعتها هدوم كده شبكت في قرن الطور وبقى مسحول وراه. في الوقت ده كان تاو بيحاول يقتل الطور قبل ما يرمي ابنه من فوق الجبل، بس للاسف الضرب ما حوقش فيه، وجه على طرف الجبل وراح نطحه ورماه من فوق قدام ابوه. وبنرجع فلاش باك قبلها باسبوع، كانوا بيعملوا اختبارات القبيله كلها علشان يعرفوا مين اللي مهيأ انه يكون معاهم في رحله الصيد، وكان الاختبار عباره عن انهم يصنعوا سيوف حاده من الصخور، وللاسف معظم اللي في القبيله كلهم فشلوا، وما كانش حد عارف يصنع سيف قوي يقدر يحارب بيه، وكان الوحيد اللي نجح ابنه كيدا، وصنع سيف حاد جدا لدرجه انه عور ايد ابوه لما مسكه. وبيبقى تاني اختبار وهو قوه تحملهم للضرب اللي هيتعرضوا ليه، وفضلوا يضربوا فيهم لحد الزعيم ما بيأمرهم انهم يوقفوا، وقال لي كده انه ابن الزعيم اللي هيشيل اسمه من بعده، وهنقوا على انه بقى صياد وانه هيطلع معاهم في رحله الصيد السنه الجايه، وبياخده وبيبدا يضربه ويعلمه لانهم بيعيشوا حياه صعبه جدا في رحله الصيد، ولازم يكون قادر على انه يتحمل الظروف دي. وفي نفس الوقت ده امه بتبقى قلقانه عليه لانها ما حلتهاش غيره، وبتقول لابوه الواد ده لو حصل له حاجه انا عمري ما هسامحك ابدا. قال لها ان هو لازم يثبت نفسه قدام عشيرته عشان ده اللي هيبقى الزعيم من بعدي. وتاني يوم الصبح كل واحد كان بيودع ابنه قبل ما يروح لرحله الصيد، ومرات الزعيم بتبقى قلقانه على ابنها وبتديله حاجه يحمي نفسه بيها، وقلبها بيبقى مقبوض، وبتقول له انا مش مرتاحه لطلوعه في الرحله دي، بس الزعيم بيطمنها وبيقول لها انه قدها وقوي هيرجع لها. وبيمشوا هم في رحلتهم، الليل بيجي عليهم وبيقعدوا في مكان، والزعيم بيعلم كده ازاي يولع نار تدفيهم، ولما كده بيحاول بعد ما ابوه علمه بيفشل وما بيعرفش يولعها وبيتضايق، بس ساعتها الزعيم بيقول له ان في الصيد لازم تتعلم الصبر والمحاوله حتى لو بتفشل كل مره. وبيكملوا رحلتهم وبيقابلوا عشيره تانية، وبنعرف ان زعيم العشيره دي يبقى صاحب ابو تاو، بيسلموا على بعض بحب، وساعتها بيعرفوا على ابنه بفخر، وبيروح زعيم العشيره يسلم عليه باعجاب، وبيقول له انه هيبقى محارب شجاع وشكله هيبقى من اقوى المقاتلين في القبيله. وفي اللحظه دي بنعرف ان هم مش جايين صدفه، هم حابين انهم يشاركوا معاهم رحله الصيد، وبيكملوا في طريقهم مع بعض، وبيبقى في علامات من ايام الفراعنه بتوجههم للطريق الصح اللي هيصطادوا منه، وبتعرفهم يرجعوا ازاي للقبائل بتاعتهم. وهم مكملين قابلهم طور قرروا انهم يصطادوه، وقتها الزعيم قال لهم والله ما حد قتل الطور ده غير ابن كيدا، وراح مديله السكينه وقال له يلا خلص عليه. ساعتها كده خد السكينه واستعد عشان يذبحه، بس المفاجاه انه ما قدرش يعملها، وقال له انه مش هيعرف يذبحه، والزعيم اتعصب واتضايق جدا وخد السكينه وخلص عليه هو، وقال له ان الجبناء مالهمش مكان وسطنا، وانه بيقتل روح عشان ينقذ ارواح تانية هتموت لو ما كلتش، وسابه ومشي. الليل جه وكانوا قاعدين مولعين نار وبياكلوا الخنزير اللي اصطادوه، وفي اللحظه دي بداوا يسمعوا اصوات غريبه حواليهم، وقاموا كلهم يشوفوا في ايه، بس ما حدش قدر يعرف اللي بيحصل، وبيرجعوا مكانهم تاني. وساعتها هجم عليهم نمر وشد واحد منهم وقعد ياكل فيه، وما حدش قادر ينقذه عشان ما يهجمش عليهم وياكلهم هم كمان. ساعتها كده ما قدرش يتحمل، وابوه قال له ان احنا لازم نبقى اقوياء. وتاني يوم عملوا مراسم بيعملوها لما واحد منهم بيموت، وهي انهم بيجمعوا حجره وبيحطوها في المكان اللي مات فيه، وبيكملوا طريقهم اللي بيقعدوا الايام كتير لحد ما بيدخلوا كهف يرتاحوا فيه. وساعتها تاو حب يعلم كده كل حاجه عشان يبقى محارب قوي، وحفر له حفره في ايده، اتجاهات بتعرفه الاتجاهات من خلال النجوم، الطريق اللي هيمشي فيه. وهو بيضربه لاحظ قطيع من الذئاب، وعلى زعيمهم ذئب اسمه الفا. قعد يحكي له عن الزعيم بتاعهم، وانه اهم حاجه عنده ان هو يحمي القبيله بتاعته، وده اللي بيعرضه للخطر طول الوقت عشان بيهجموا عليه، وان هو ما اتولدش لقى نفسه زعيم، بس الشجاعه والقوه خلته بقى زعيم القطيع كله. بيكملوا رحلتهم لحد ما بيكتشفوا من الطين اللي في الارض انهم وصلوا الجبل اللي هيصطادوا من عليه، وساعتها كلهم بيستعدوا عشان يصطادوا التيران وبيهجموا عليهم. وبنرجع تاني لما الطور رمى كده من فوق الجبل، ابوه جري وهو وكل العشيره علشان يلحقوه، ولقوه متشعلق في صخره في الجبل وبيحاول ينقذ نفسه. وقتها ابوه زعق له وقال له اوعى تفلت ايدك، بس لسوء الحظ ان الصخره اللي كان متعلق فيها بتتكسر، وبيقع وبيفضل يخبط في الجبل لحد ما بينزل على صخره كبيره طالعه من وسط الجبل، وبيفقد الوعي. وساعتها ابوه بيحاول ينزل له، بس بيلحقوه بيشدوه من فوق الجبل، وبيقولوا له ان هو مستحيل يعرف ينزل له، وانه خلاص مات، وانهم ما ينفعش يفقدوه هو كمان،
لان هو زعم القبيله وان القبيله كلها هتموت من الجوع لو ما رجعوش بالاكل. بعدها بداوا يجمعوا التيران اللي اصطادوهم، وتاو فضل طول اليوم على طرف الجبل على امل ان ابنه يطلع عايش، لحد ما جه واحد من القبيله وقالوا انهم لازم يرجعوا الصبح علشان القبيله محتاجاه. وتاني يوم الصبح بدا يعمل المراسم بتاعه الاموات وجمع الصخور وهو منهار على فقدان ابنه، وبعدها اخد كل اللي معاه علشان يرجعوا للقبيله بالاكل. وبعد ما مشوا بنشوف صقر بيطير وبيقف على كده عشان ياكل منه، فجأة عينه بتتفتح وبيقوم ضربه، وبيتضح ان هو كان مغمى عليه وما ماتش زي ما هما كانوا فاكرين. وبيفضل ينادي على ابوه علشان يلحقه، بس طبعا بيكونوا كلهم مشيوا. وبنشوفه هو بيجر رجله وبيتحرك بصعوبة جدا، وبيبص يلاقي التيران واقعة كلها ميتة تحت الجبل، وبيحاول يتسلق الجبل علشان ينقذ نفسه، وبيبقى خلاص هيقع وبينادي على ابوه، وفجأة الدنيا بتمطر وما بيبقاش قادر يتملك نفسه، وبيبص يلاقي من شدة المطر اتعمل نهر تحته، فقرر انه يسيب نفسه يقع في المية وهي هترفعه. ولما ساب ايده وقع لحد ما نزل في المية، وبعد ما المطر خلص قام ولقى نفسه مش قادر يتحرك من رجله، وجر نفسه عشان يشرب من النهر، وبعدها شاف رجله لقاها مكسورة، قرر يحطها بين الصخور ويشد نفسه عشان يرد العظم مكانه، ولفها بخشب وقام مشي. ولما شافهم عاملين المراسم فوق الجبل عرف انهم افتكروه ميت واتعصب وقعد يضرب فيهم. وبيبقى قاعد وفجأة بيطلع له مجموعة من الذئاب بيهجموا عليه، وبيطلع يجري بسرعة وبيحاول يطلع على شجرة، بس في ذئب بيمسك فيه وفي الآخر بيعرف يفلت منهم بعد ما عور الذئب اللي كان ماسك فيه، وبيطلع فوق الشجرة. ومن كتر ما هو تعبان نام وصحي تاني يوم ونزل من على الشجرة، لقى أنثى الذئب مجروحة واقع على الأرض، وكان لسه هيقتلها بس عمنا كده قلبه رهيف وما قدرش، فقرر انه يجيب قماشه ويلفها حوالين بقها عشان ما تهجمش عليه، وانه عالج جرحها واهتم بيها وشالها لما شاف الضباع هتبتدي تهاجم عليها. ومشوا هما الاتنين لحد ما وصلوا الكهف، وحاول يولع نار زي ما كان ابوه معلمه بس بيفشل وما بيعرفش، وبينام. وتاني يوم لما بيصحى بيتمشى وبيجيب اعشاب وبيقعد يطحنهم عشان يعمل بيها خلطه يعالج بيها رجله المكسوره. وبعدها شاف انثى الذئب صحيت وبتحاول تفك الرباط، وكان بيشرب فجاب الحجر وحط لها فيه شويه ميه وقربوا منها وقال لها انه صديقها، وحط لها الميه وبعد بسرعه. وقتها ادركت انه مش عايز يأذيها وشربت، وبيحط لها اخر اكل كان معاه وبيخرج عشان يصطاد حاجه ياكلوها، وبيلاقي ارنب وبيقرر انه يصطاده، وبيرجع وبيحاول يولع النار تاني لحد ما بينجح، وبيقعد ياكله هو والذئب الارنب اللي اصطاده. بعدها بيتكلم مع الذئب، اكله لما بينادى على القطيع بتاعه بلغتهم قال له انا عارف ان انت وحشك الرجوع للقطيع بتاعك، وانا كمان وحشنا ابويا وامي وبشوفهم بيندع عليهم في الحلم بس مش عارف اوصل له. وبيعمل ايديه عشان يعرف الاتجاهات من خلال القمر، وبيقول ان هو هيرجعه للقطيع بتاعه وهيفضل يحاول لحد ما يوصل لاهله هو كمان، لانه متاكد ان ابوه هيبقى فخور بيه لما يشوفه. تاني يوم الصبح بيحضر حاجته وبيشوف انثى الذئب ماسكه في حاجه بتاعته، بيجي ياخدها بتفضل تشد فيها لحد ما بياخدها منها، وبيقول لها انا لازم ارجع لقبيلتي قبل ما التلج يجوا ما اعرفش ارجع لهم، وهي كمان لازم ترجع لقبيلتها بعد ما جرحها اتعالج واتحسنت. وبعدها قعد يحاول يمشيها بس ما كانتش بتمشي وكانها عايزه تبقى معاه، ولما مشي وسابها فضلت ماشيه وراه وحاول يبعد عنها بس برضه مش راضيه تسيبه لحد ما زهق وسابها تبقى معاه. وهم ماشيين شافوا شويه خنازير لقاها طلعت تجري عليهم، وفجاه لقى خنزير بيجري عليه ووراه بتجري انثى الذئب وبيحاول يقتل الخنزير بس ما بيعرفش وبتطلع تجري وراه. ساعتها بيقول له انثى الذئب انه كان هيقتلها وانه اتوتر بس هو مش جبان. وفي الوقت ده قرروا ان هم يكملوا رحلتهم مع بعض، وبيرتاح لما الليل بيجي، ولما بيجي تاني يوم بيبقوا جعانين فبيقسموا الصيد على بعض، وهي بتجري ورا الفريسه بسرعتها وهو بيلحقها بالرمح وبيقتله، وبعدها بياخدوا الفريسه ويشوفوها وياكلوها هما الاتنين وبيناموا. وتاني يوم لما بيصحوا بيلاقوا نهر وبينزل فيه هو والفا وبيلعبوا مع بعض، وعلاقتهم ابتدت تبقى اقوى اكتر واكتر، وقرر يسميها الفا. وبيكملوا رحلتهم للوصول للقبيله بس بيتفاجئ ان الشتاء جه والدنيا كلها بقت تلج، وبيحس بالاحباط وانه كده مش هيعرف يوصل لهم، وبيقرروا يصطادوا طور وبيجروا وراه الفا وبيلحقوا كده لحد ما بيقتلوه وبيقعدوا ياكلوه بالليل. وهم بياكلوه بيتفاجئوا بدخول قطيع من الذئاب عليهم، وساعتها كده بيخاف بس بيروح لهم الفا وبيفهمهم انه ساعدها وبيحميها. وفي اللحظه دي سابوه ما عملهوش حاجه، وكده قال لها تروح معاهم وبالفعل بتمشي وتسيبه، وعلى الرغم ان هو اللي قال لها بس كان زعلان وحاسس انه وحيد ومش هيقدر يكمل طريقه. وتاني يوم بيمشي بس الدنيا بتبقى تلج جدا وما بيقدرش يتحمل، وبيولع تلج في كل مكان عشان يتدفى وينام. وفي الوقت ده بيبقى الزعيم تاو لسه واصل القبيله ومش عارف يجيبها لمراته ازاي انه ما قدرش يحمي ابنه، وبيفضل يعيط. بيصحى كده وبيكمل رحلته، ومن كتر التلج ما بيبقاش شايف ملامح الطريق بس بيشوف شويه ذئاب بيعرف ان فيهم الفا، بيجري عليهم وبينده عليها وهو بيجري التلج بيتكسر من تحتيه لحد ما بيقع في الميه وما بيعرفش يخرج من التلج اللي فوقيه، والفا بتبقى فوق التلج بتحاول تطلعه بس التلج منعهم هما الاتنين لحد ما بيطلع سكينه وبيفضل يكسر في التلج قبل ما يموت، وبيطلع بسرعه على اخر لحظه والفا بتشده لبره وبتقعد معاه من تاني. بيقوم وبيحاول يولع النار قبل ما يتجمد من كتر التلج. تاني يوم لما بيصحى بيكملوا طريقهم وما بيبقاش معاه اي اكل ياكلوه، وهم ماشيين بيشوفوا راجل قاعد قدام كهف صغير بيجري عليه عشان يطلب مساعدته، بيتفاجئ انه ميت متجمد من كتر التلج،
بيدخل الكهف يدور على اي حاجه ياكلها بس ما بيلاقيش، وبيتعصب جدا وبيفضل قاعد ومعاه الفا، وبياخد كسو ورمح من الراجل الميت وبيقرر يكمل طريقه، والبرد بقى اشد من الاول والطريق ما بقاش له ملامح، وبيشوف قطيع من الضباع بيجروا بعيد وبيجري هو الفا بسرعه. الضباع بتلحقهم من كل ناحيه لحد ما بيدخلوا كهف بسرعه، وبيفضل مراقبهم من الحته اللي دخلوا منها لحد ما بيمشوا وما بيعرفوش مكانهم. بيفضلوا جوه الكهف لحد ما بيكتشفوا ان الكهف ده كهف نمر. فجاه بيهجم على كيدا بس بتلحقه الفا وبتهجم عليه عشان تحمي كيدا، وبيتخانقوا مع بعض وبتتصاب الفا لحد ما كده بيطلع الرمح والقوس وبيصوب على النمر ويقتله. بعدها بنكتشف ان الفا اتصابت وفيها جرح كبير وبيقعد يعالج جروحها طول الليل، وتاني يوم بيخرج عشان يكملوا طريقهم، وبيتفاجئ كده ان العلامه اللي كانوا شايفينها وهم جايين لرحله الصيد موجوده، وده معناه انه قرب جدا من القبيله. بيتحمس وبيكمل طريقه وبيروحوا بالليل ويولعوا نار. وتاني يوم بيمشوا، بعد ما بيمشوا مسافات كبيره بتوع الفا وما بتقدرش تكمل من كتر البرد، بس بيقولها انه مش هيسيبها وانهم لازم يكملوا طريقهم سوا، وانه عمره ما يتخلى عنها ويسيبها، وبيشيلها وبيقرر يكمل. وكان بيمشي شويه وبيريح وقت طويل من كتر المشي وعشان شايلها، وبدأ بيحس بالاحباط والتعب من كتر البرد، بس كان كل امله انه يرجع لاهله تاني، وافتكر كلام امه وهي بتقول عليه انه قوي وشجاع، وقرر ما يستسلمش ويكمل طريقه. وهو ماشي وشايل الفا لحد ما اتفاجئ انه بدأ يشوف قبيلته من بعيد. بص الالفا وقال لها احنا نجحنا، وراح لابوه، واول ما وصل نزل الفا ونام جنبها من كتر التعب. في اللحظه دي ابوه كان مصدوم انه ما ماتش وقدر يرجع للقبيله لوحده، وفي نفس الوقت فخور باللي عمله. وامه جريت عليه وهي مش مصدقه انه عايش وانه عمل كده وهو مصاب، وكده قال لهم يعالجوه الفا ويخلوا بالهم منه. وبدأوا يعالجوا جروحه هو والفا اللي كانت نايمه جنبه، واكتشفوا انها كل الرحله دي كانت حامل وولدوها. وكده بعد ما فاق اطمن عليها وحضنها واعتبرها جزء من القبيله. وقررت القبيله كلها بسبب الفا انهم يربوا الذئاب ويعتبروهم افراد من القبيله. وبكده يبقى انتهى ملخص فيلمنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.